ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين طبعا الاكله بتاعتنا النهارده هتكون رز ريزو. الرز الريزو للناس اللي متعرفوش ده بيتعمل جنب المشويات، جنب البانيه، جنب الستريبس. لو عندك كده مثلا بواقي بانيه مثلا وعايزه تجددي الاكله، فبنروح كده مقطعينه كده حاجه بسيطه على الرز وبتقلبيه مع الرز، بتبقى اكله حلوه برضو. يعني ليه كذا استخدام. هو حلو جدا وطعمه حلو وتجديد عن الرز الابيض اللي بيتعمل جنب المشويات. جربيه وهيعجبك جدا. طبعا المقادير النهارده اللي احنا هنستخدمها موجوده عندنا في كل بيت، سهله وبسيطه خالص. الرز اللي احنا هنستخدمه النهارده رز بلدي العادي خالص، الرز بتاعنا. اللي عايز يستخدم رز بسمتي يستخدم، يعني هي الطريقه بتتعمل بالرز ده او بالرز ده عادي. هنا التوابل اللي هنستخدمها معلقة صغيرة من كل حاجة، ملح وفلفل وكركم وكاري، بس الكركم نص معلقة بس، ومعلقة سكر كبيرة، معلقتين كاتشب كبار، وبصلاية متوسطة مش مفرومة قوي. أول حاجة هنعملها هنجيب حتة زبدة، ونجيب حبة زيت ذرة أو أي زيت بتستخدميه. الزيت اللي بنحطه مع الزبدة أنا بحب أحطه في الرز علشان بيديله لمعة كده وبيفلفله. اول حاجه هنعملها هنضيف معلقه السكر الكبيره. معلقه السكر الكبيره مش هنكرملها، احنا بس هنسيحها. اهي بنحطها ويدوب بس نسيحها، مش هنكرملها. يعني في اكلات تانية بنحتاج ان احنا لازم نكرمل السكر، انما احنا هنا عايزينه يسيح بس. وبعد ما نحس ان هو كده خلاص ايه، ساح يعني نوعا ما، بنروح حاطين البصلايه بتاعتنا المفرومه. البصلية اول ما بتحطيها حتى لو السكر لسه ما دابش قوي، بتلاقي ايه، السكر مع البصل بيدوب على طول. وما تخافيش، السكر مش هيعمل طعم مسكر في الرز او حاجة، هو هيعمل طعم مسكر بس حاجة بسيطة قوي. مع ظبطة الملح مع التوابل اللي احنا هنحطها او مع الحاجات بتاعته اللي احنا هنحطها، مش هتحسي اصلا بطعم السكر، بس هيديله كده طعم حلو. بعد ما حطينا كده وشوحنا حلو جدا، بنحط قالب الماجي ونحاول ان احنا ندوبه شوية مع البصل. كل حاجة محطوطة لازم تتحط، يعني مفيش حاجة ينفع نستغنى عنها. يعني مفيش حد يقول لي ممكن استغنى عن قالب الماجي، لا، الطعم هيطلع مختلف، هي الأكلة كده. خلاص بنضيف بقى بعد كده المعلقتين الكاتشب الكبار، برضو بيديله طعم حلو. بعدين بنضيف التوابل بتاعتنا، الملح والفلفل والكركم والكاري. بس تقليبة كده بسيطة. وبعدين نسيبها كده تغلي مع نفسها شوية، وبعد كده نضيف المية المغلية بتاعتنا. اظبطي بقى انتي المية مع الرز بتاعك، يعني عشان في رز، في انواع رز بتشرب مية قوي، وفي انواع رز ما بتشربش مية. انا الرز اللي معايا النهاردة بلدي، فاستخدمت له، انا معايا كوبايتين رز فاستخدمت لها 4 كوبايات مية. وبعد ما بحط الرز بشوف برضو المية، هحتاج حبة مش هحتاج، مظبوط انتي والرز بتاعك. طبعا هنا بنغسله كويس جدا، وبعدين بنروح حاطينه، مش بننقعه، بنغسله غسلة وبعد كده بنضيف على طول. انا من النوع اللي مش بحب انقع الرز خالص، حتى لو هعمله ابيض، حتى لو هعمله بشعرية مش بحب انقعه، عشان الرزية تفضل كده متماسكة مع نفسها وما تتفرفتش او ما يعجنش مني. تمام. هنا بقى هظبط الملح، بدوق تاني، بظبط الملح بتاعي العادي. ما تزوديش ملح عشان هو فيه سكر فالرز بتاعك هيطلع حادق، لا خليكي في العادي خالص. الرز سوى الرز والملح الطبيعي بتاع الرز اللي انت بتستخدميه. انا هنا حسيت ان انا ايه، عايزه رشه ملح بسيطه، ظبطت له ميه، ظبطت له ملح بس. وهغطيه بقى يستوي السوى العادي خالص برضو بتاع الرز.
بعد ما بيتشرب بوطي عليه وبسيبه خالص وهو بيستوي سريع زي برضو الرز العادي، مفيش اي حاجة جديدة. بس بسيبه بقى براحته وبعدين بنقدمه بقى بشكل حلو زي كده. وهنا الصوص دوت انا عملته او بحبه مع الرز الريزو ومع المشويات بصراحة. هو الكاتشب بجيبه وبحط معلقتين كبار من الكاتشب، وبحط معلقة كبيرة خل ومعلقة كبيرة عسل ابيض ومعلقة كبيرة عسل اسود. انا بصراحة كنت هصورها لكم بس الكاميرا طفت فما عرفتش اصورها. فهو سهل جدا، حتى لو انت هتعمليها بالشرح كده مش لازم تشوفيها، هيطلع معاكي مظبوط. انا هنا عملته مع فراخ مشوية وهبقى انزل لكم بفيديو الفراخ المشوية ان شاء الله، بس احضره كده ومنتجه وبعدين هنزل بيه. ده الرز النهارده بتاعنا او الاكله اللي احنا عملناها مع بعض النهارده. هتعجبك جدا جدا لو جربتيها مع اي مشويات انت بتعمليها، وهتلاقي الطعم تحفة تحفة تحفة، ولادك مش هيبطلوا يطلبوه. ودي الأكلة بتاعت النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. باي باي.